فلقينا في السوق انه في سلق عنا الحمد لله. هان انتوا بتعرفوا انه في غزة الوضع عنا كتير صعب، مش كل شيء متوفر. قلت رح اعمل اكلة سهلة وسريعة ما تاخد مني وقت، لانه احنا بحاجة انه يكون معنا الغاز اطول مدة، ما يخلص بسرعة. انتوا عارفين الوضع. ادعوا لنا الله يكون في العون. المهم اول شيء طبعا حطيت هنا على الطنجرة زيت نباتي، وبعدين حطيت البصل. مجرد ما دبل معي البصل ضفت عليه الثوم، حوالي 3 رؤوس ثوم بتحطوا بتقطعوهم وبتحركوهم مع البصل بشكل منيح، وبعدين بتضيفوا الحمص. احنا كان عندنا معلبات للحمص، هان في غزة بنستخدم المعلبات اكتر شيء لانه ما في الا المعلبات. وبعدين حطيت هون الماجي بديل عن اللحمة حتى تنكه الاكلة. اللحمة مش متوفرة، يعني هاي الاكلة ممكن تضيف عليها لحمة وممكن لا. نباتي وما بيحب ياكل اكل اللحم ممكن يستخدمها كاكلة نباتية وزاكية وخفيفة. بعدين بتضيفوا هان الشطة القرون والبودرة، وبعدين بتحطوا المعجون الطماطم معلقتين، وبتضيفوا شوي من المي حوالي كوب صغير، وبتحركوهم مع كله بشكل بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. ما بتكتروا مي عليها، لانه السلق لما انا بدي اضيفه هلا بالتدريج، انت السلق مصفيه حينزل مي، حتى انت بتضيفيه حيترك شويه من المي، يعني بعد ما يستوي ويدبل معاكي حينزل مي منه. انا من خلال وانا بحرك فيه حسيت انه بده شويه مي فضفت عليه مي، فبحرك بعينك انت بتشوفي اذا بحاجه للمي او لا، بس ما تحطي مي كتير، بعينك بشوي باتزان. وبعدين بتحركيه بهذا الشكل وبتستمري. ملاحظين هلا وانا بحركه دبل معي السلق. هلا راح اخليه على نار هاديه واغطيه حتى يستوي بالتدريج. وبعدين شفتوا كمان شوي لقيت انه بحاجه للمي، فضفت عليه مي. بس معلش التصوير هنا عزفت مني، معلش بعتذر. فضفت عليه كمان شويه مي كوب صغير، وبعدين تركته على نار هاديه حتى استوى بالكامل، وصارت معي الاكله هيك جاهزه. أكلة خفيفة بحاجة اليوم الواحد يحتاج إنه يأكل الأكل من غير لحم، فاعملوها وجربوها كتير لذيذة ومناسبة جدا للنباتيين. وصحة وعافية.